ازيكم عاملين ايه؟ معاكم امير خليفة، والنهاردة هشرح لكم يعني ايه ويند شير في الطيران. ويند شير معناها لما بيحصل اختلاف فجأة في سرعة الهواء والاتجاه الهواء. يعني لو الطيارة طايرة عادي، سواء في الكروز ولا في اللاندنج او التيك اوف، ساعات ممكن يحصل حاجة اسمها ويند شير. فهنفهم مع بعض يعني ايه ويند شير، ليه الويند شير بيحصل، وايه اللي الطيارين لازم يعملوه لو حصل، ويعني ايه برضو predictive wind shear. دلوقتي في الطيران زي ما قلنا ويند شير ده اول حاجه اكتر وقت الويند شير ده بيكون خطير هو في التيك اوف واللاندنج، عشان الطياره بتبقى قريبه من الارض. فدلوقتي لما الطياره تكون قريبه من الارض ساعات ممكن ايه الويند شير ده بيخلي ايه بيحصل، قلنا اختلاف فجأة في اتجاه الهواء وسرعة الهواء. عارفين ان الهواء عنده سرعة وعنده اتجاه، فلما يحصل يعني زي احنا شايفين لو مثلا الهواء داخل عادي طبيعي فجأة يحصل اختلاف، فاحنا عارفين الطيارة طبعا بتشتغل محتاجة هواء، فلما يحصل اختلاف ده ساعات ممكن يحصل مشكلة. فده بيبقى ايه خطير اكتر لو حصل جنب او قريب من الارض، سواء في التيك اوف او في اللاندنج، وكمان لما الطياره تكون بسرعه قليله ده كمان يبقى خطير اكتر. فدلوقتي لو الويند شير ده حصل واحنا مثلا فوق خالص في 35000 فيت ولا حاجه كده، هيبقى مشكله، مش هيبقى يعني خطير زي ما لو حصل تحت، ممكن يحصل توربulence وكده. فدلوقتي الويند شير ازاي نقدر نعمله بريفنت؟ في سيستم في الطيارات اللي هي الايرباص والايرباص A320 مثلا اسمه بريدكتيف ويند شير. ده باسمه كده بيتوقع الويند شير قبل ما يحصل. ساعات الطيارات في طيارات معينه تبقى عندها بريدكتيف ويند شير اللي هو ايه يتوقع الويند شير ده قبل ما يحصل، وفي طيارات تانية بتبقى عندها برضو ايه سيستم اللي ايه يتوقع الويند شير وهو بيحصل. ايه اللي هيحصل بقى لو البريدكتيف ويند شير ده السيستم يعني قال ويند شير، قال للطيارين ويند شير، هتسمعوا كده صوت في الجي بي في السيستم بتاع الطياره اسمه بيقول لك ويند شير اهد. كده معناها ان ايه احنا بنتوقع ان هيحصل ويند شير. فعشان كده ايه لازم الطيارين لو بيعملوا لاندنج مثلا يعملوا جو اراوند، يعني يطلعوا تاني ويعيدوا اللاندنج تاني. طيب الويند شير ده بيحصل فين؟ في انهي حتت اكتر؟ ده بيحصل اكتر جوه الثاندر ستورمز والعاصفه والحاجات دي. فعشان كده سبب تاني ان ليه الطيارين لازم لما يجوا يعملوا فلايت بلان او حاجه، او لو هم طيارين ولقوا ان في جو وحش او في ثاندر ستورمز او حاجه زي كده، لازم ما يعدوش جوه الثاندر ستورم دي، عشان دي طبعا زي ما قلنا جواها مشاكل كتيره جدا، جواها سيفير توربulence، جواها ويند شير زي ما قلنا. فالويند شير ده خطير جدا، فعشان كده لازم ايه ما نخشش خالص جوه الثاندر ستورمز والويذر الوحش. لازم نحاول ايه ان احنا نلف حوالينه، وحتى لو هنسال الاي تي سي نسال الاي تي سي ان احنا ايه عايزين نلف او نلف من حوالين يعني نلف من حوالين الويذر ده عشان ايه؟ عشان الويذر يعني نلف حوالينه عشان ايه؟ مش عايزين يحصل لنا الويند شير. فالديفينيشن بتاعت الويند شير هو sudden change in wind speed and wind direction. wind speed اللي هي سرعة الهواء بتكون في الطيران knots، اوكي، بتتكتب KNOTS. و wind direction هو اتجاه الهواء، اوكي، زي ما قلنا ايه الهواء عنده اتجاه وعنده سرعة. فبس بكل بساطة هو ده كان الويند شير. كنت عايز اعمل لكم فيديو صغير كده اشرح لكم بسرعة وبطريقة سهلة جدا يعني ايه ويند شير. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتعملوا شير للفيديو ده مع اي حد